السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة من مطبخ كي جي 1 هنقدم الوصفة اللي ما بيعديش اسبوع غير لما نعملها. هنعمل مع بعض النهاردة البانيه او الاسكالوب بانيه. هنعمل لها النهاردة تتبيلة من غير ما نحط فيها زبادي ولا لبن، وهتكون طرية جدا من جوه. وهعلمكم ازاي نعمل مع بعض الكفر بتاعه يكون ثابت وما يتفكش منك في الزيت زي ما انتم شايفين كده. بس كالعادة قبل ما نبدأ وصفتنا هنجاوب على سؤال الحلقة اللي فاتت: ما هي السورة التي لم تبدأ بالبسملة؟ هي سورة التوبة. والنهاردة هنسأل سؤال تاني: ما هي السورة التي ذكر فيها البسملة مرتين، اتقال فيها البسملة مرتين؟ ويلا نسمي بسم الله. هجيب معايا نص كيلو من البانيه، طماطمايه وبصلايه، حطهم في الكبة مع نص معلقة ملح ونص معلقة من الفلفل الاسود. وهنا بقى هكتفي بالتوابل دي وهدخل حاجة من بره: خلطة الدجاج المقلي الحارة، ودي في منها باردة ونصف حارة. بس اللي بيحب الحراق يجيب دي، اللي ما بيحبوش يجيب النصف الحار. طيب، هتخليلك البانيه معايا زي بانيه الشركات بالظبط طعم، وكمان هستخدمها في الكفر. يلا نشوف. هضرب المكونات معايا، حطيت منها معلقة بس. هضرب المكونات: الطماطمية والبصلاية هضربهم في الخلاط مع شوية خل ونص معلقة فلفل وعصرة ليمونة وشوية ملح، وهضيف عليها البانيه اقلبه شويه. يا ريت نتبله من قبلها بيوم عشان البانيه ما يشدش معايا، وعلى فكره دي السر في ان البانيه ما يكونش بيشد ولا زبادي ولا لبن. ويلا بينا نشوف هنعمل الكفر ازاي. هجيب ربع كيلو من البقسماط، احط عليه معلقه كبيره من الثوم البودر والبصل البودر والجنزبيل والبابريكا والكاري ونص معلقه من الملح والفلفل الاسود. هقلبهم كويس جدا وهضيف عليهم بقيه العبوه واحط معاهم معلقه من النشا. وبكده يبقى انا عملت الفيجيتار البيتي. عايزه اقول لكم ان الكيسه فيها عبوتين ب26 جنيه، وعملت الفيجيتار ده بعبوه واحده. احسبوها بقى وشوفوا التوفيق. ولو انتوا وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسيش تعملي لايك على الفيديو، شيري لاصحابك. عايزه اعرف رايكم، بتستفادوا مني ولا لا؟ يعني عشان اكمل، لان بجد انا محتاجه دعمكم وارائكم بتفرحني. ويلا نكمل وصفة. في اي علبه عندك بغطا هجيب فيها شويه دقيق واحط البانيه حوالي 4 أو 5 وحدات، وهقفل العلبة وهرج الدقيق كده هيتغلف من غير ما ايدي تتلحوس خالص. هعمل الكمية كلها وهحطها في طبق تاني، وهجيب بيضة اربها مع شوية فلفل صغيرين وحاجة بسيطة من الملح. هحط برضو البيض كله وهقلبهم كلهم مع بعض. وبكده يبقى انا عملت الخطوتين دول وانا ايدي نظيفة. في طبق احط شوية من الفيجيتار البيتي اللي انا عملته، اللي بطل القصة فيه خلطة الدجاج الحارة من سبايسي. هحط بالمعلقة كده، هحاول اغطي البانيه واضغط بايدي علشان الطبقة ديت ما تطلعش. هخلص الكمية اللي معايا وهاجي بقى كده. انا عملت البانيه وسبت حوالي 3 أو 4 وحدات، هبقى اعمل بهم حاجة اوريها لكم المرة الجاية. وقبل ما اقلي البانيه قليت شوية بطاطس عشان اكون استفدت من الزيت. وبعدين هحمر كمية البانيه اللي معايا كلها على نار عالية علشان الطبقة اللي عليها ما تتفكش مني، وبعدين اوطي عليها شوية وانزل المكرونة والبانيه. وبألف هنا على قلبكم. ما تنسوش تقولي رأيكم في التعليقات. اشوف وشكم بخير، هتوحشوني جدا. مع السلامة.